لو رجعت بالزمن للوقت اللي انا كنت فيه في مصر، فحياتي كانت مختلفة تماما عن دلوقتي. لما كنت شخص لسه مخلص ثانوية عامة، كان ساعتها اثناء ما كنت في ثانوية عامة شغفي وهدفي في الحياة ان انا احقق الكلية اللي انا حلمي فيها طول عمري، وحلم اهلي اللي انا ادخل كلية الطب. طبعا دوت ما حصلش، ولقيت نفسي دخلت معهد فني صحي واتغير مسار حياتي 180 درجة. كان هدفي ان انا اروح في سكة، ولقيت نفسي رحت في سكة تانية خالص. تجربة المعهد كانت سيئة جدا. انا متذكر ان انا كنت رايح اول يوم المعهد، مفروض بقى ان ايه، طالب مخلص ثانويه عامه ورايح لكليته، مفروض يبقى رايح متحمس. انا كنت رايح متضايق جدا، مش عايز اروح، وحاسس ان انا مش منتمي للمكان ده. اغلب الطلبه اللي كانوا موجودين هناك كانوا نفس الفكره، بس انا كنت حاسس ان عدم الانتماء للمكان طاغي عليا جدا، لدرجه ان انا مش عايز اركز ومش عايز احضر، ومش طايق ولا حد في المكان ولا طايق المكان نفسه. وكمان لما استمريت في الموضوع وبدا الناس اللي حواليا اللي مش فاهمين يعني ايه معهد فني صحي يتريقوا عليا ويقولوا لي معهد صرف صحي والكلام الفاضي دوت، انا كنت بدات اتخنق جدا من الموضوع. وخلاص بقى قلت انا شخص فاشل وتايه في حياتي، وانا هخلص المعهد زي ما تيجي اذاكر في الامتحانات وبتاع واقضي طول حياتي لعب. ففتره السنتين دولت معظمهم بتوع المعهد انا كنت تايه وعايش حياتي كلها ان انا بلعب جيمنج اونلاين، حارق فيها كل وقتي. حياه الضياع دي استمرت لحد لما جالي فرصه انا وصاحبي عبد الله ان احنا نشتغل واحنا لسه ما اتخرجناش من المعهد فني صحي. جالنا فرصه ان احنا نشتغل في بنك الدم، وده يمكن سحبني واخد معظم الوقت اللي انا كنت حاطه في الالعاب وفي التوهان وفي اي هري بعمله في حياتي، ان انا اركز في الشغل. والشغل كان الى حد ما حلو وكنت بحبه وكنت بحب اروح الشغل، يعني الموضوع كان ممتع بالنسبه لي. ففكرت ليه ما استغلش الميزه بتاعت معهد فني صحي في ان انا اخد منه فلوس احطها في دراسه في جامعه خاصه، ان انا ادرس علاج طبيعي وادرس كليه طبيه، فاحسن من مستوايا وادخل كليه على الاقل انا راضي عنها شويه. وفعلا الخطه درستها الى حد ما وبدات اقنع اهلي. الشغف اللي جوايا بدا يعلى تاني، انا رايح اهوت لكليه قريبه جدا من كليه الطب، هدرس فيها بالشكل اللي انا عايزه في مكان محترم. فخلصت معهد فني صحي، ورغم ان انا ساعتها سقطت في مادتين فيه في سنه تانية، بس قدمت في الكليه بالورق بتاع الثانويه العامه بتاعي عادي خالص اكني طالب لسه متخرج من ثانوي، ورحت قدمت واتقبلت في الكليه، وانا لسه عليا مادتين في معهد فني صحي ما خلصتهمش، وخلصتهم قبل ما الترم بتاع الكليه الجديد يبدا. وهنا بقى اليوم بتاع اول يوم في الكليه هو ده اليوم اللي حسيت فيه فعلا ان انا رايح فرحان باول يوم كليه، عكس اول يوم كليه في معهد فني صحي. بس الموضوع ما كانش بالبساطه اللي انا بحكيها لكم ديت. يعني فكره انا بشتغل وهقدر اصرف على الكليه، ده مش حقيقي 100% ان انا هقدر اصرف على الكليه من اولها لاخرها. لازم اهلي برضو يساعدوني بجزء من مبلغ الكليه، وكان يعتبر الجزء الاكبر. فكان لازم اقنع اهلي ان انا ادرس في كليه علاج طبيعي، بس في نفس الوقت هم مش مقتنعين اصلا ان انا هعرف اعمل حاجه. ليه؟ لان انا كنت ببساطه ساقط في معهد فني صحي. فانت ساقط في السهل اللي هو اي حد ممكن يعدي فيه. هتعمل ايه في كليه طبيه مش سهله، وهم في تفكيرهم ان هي مادام جامعه خاصه يبقى هيدونا امتحانات صعبه عشان يسقطونا علشان ندفع فلوس كتير. بس لما اقنعت اهلي ان عبد الله صاحبي ماشي معايا في نفس الطريق، ولقوا مني دافع كبير جدا، وهم من جواهم اصلا عايزيني ادرس كليه طبيه من زمان، قالوا ان احنا نضحي ونجرب نشوف اخرتها مع البني ادم الغريب دوت ايه. وفعلا دخلت الكليه بالنسبه لي كانت زي ما يكون واحد كان ساكن في الشارع في معهد فني صحي، وبعد كده راح سكن في فيلا في الجامعه الخاصه، نقله كده لفوق في المستوى. دكاترة بتشرح كويس، المعاملة كويسة، في امكانيات اكتر. فانا كنت مبسوط وحاطط كل طاقتي في الكلية. بس برضو الموضوع كان متعب جدا. يعني تخيلوا انا بنزل من الصبح الساعة 7 الصبح اروح الكلية احضر محاضراتي، وبعد كده اخلص الكلية عندي شغل الساعة 4 وارجع البيت الساعة 1 بالليل. الموضوع ده كان كل يوم الا يوم الجمعه. حتى يوم الجمعه كنت بنزل فيه شغل تاني، كنت بدي درس فرنساوي وانا ما اعرفش فرنساوي، كنت بذاكر الفرنساوي. المهم يعني ان انا كنت بحاول اعمل فلوس باقصى قدر ممكن علشان اعرف اكمل الحاجه اللي انا حاببها ديت. فانا هو في ضريبه بدفعها علشان اعمل اللي انا بحبه. الموضوع ما كانش سهل خالص. ورغم صعوبة الموضوع دوت كنت انا وصاحبي بنطلع من الاوائل في الكلية، بنتعب وبنشتغل، وقصادنا طلبة معظمهم اهاليهم دافع لهم الفلوس وساكنين في سكن جنب الجامعة، ما بيتعبوش كتير، مهمتهم يذاكروا، وكنا بنغلبهم. ليه؟ لان احنا عندنا دافع قوي من جوانا، حسينا يعني ايه مرمطة في وقت معهد فني صحي، فمش عايزين نرجع لده.
وفي نفس الوقت مفيش اي اوبشن لينا ان احنا نسقط في الكلية نشيل مواد ونرجع ندفع فلوس فيها تانية في السمر كورس. فكان اجتهاد بكل قوتنا وبكل حب برضو في حياتي. باختصار في الوقت دوت ان انا اقدر اهد الكوكب كله، انا ببذل مجهود ومبسوط بالمجهود اللي انا حاطه دوت، وفي نتائج كويسه بتطلع والاهل مبسوطين منها. كان جوايا كده موتيفيشن قوي جدا ان انا ممكن اعمل اي حاجه. نيجي بقى للمرحله اللي انا قررت فيها السفر. عرفت من ناس قرايبي ان في فرصه انك تيجي تقدر تسافر في المانيا تدرس وتشتغل، والدراسه فيها مجانيه وكل التفاصيل بتاعه الدراسه ديت. وقلت ليه ما دام انا اقدر انتج في علاج طبيعي ما اروحش المانيا اتعلم طب. طبعا دوت رفع الحماسه بتاعتي اكتر، وانا بقى ايه حاجه ادرس في طب الالماني في جامعه المانيه احسن من اي كليه في مصر، واحسن مما انا كنت عايز لما كنت بخلص ثانويه عامه. يعني لو كنت خلصت ثانويه عامه ودخلت الحاجه اللي انا عايزها اللي هي كليه طب ما كنتش هبقى بفكر في كده. لكن دلوقتي انا بفكر في حاجه اعلى كمان من الطموحات والاحلام بتاعتي اللي كانت موجوده ايام ثانويه عامه. الفكره شعلت في دماغي جدا لدرجة ان انا رغم ان وقتي مسحوم بالكلية والشغل ومن اول اليوم لاخره عندي شغل او دراسة، اتصرفت وعملت وقت اقدر اروح اتعلم فيه الماني. ومش بس كنت عايز اتعلم الماني في اي مكان، لا ده انا رحت احسن مكان في مصر بيعلم الماني رغم مصاريفه، وان انا كنت بحاول باي شكل ان انا اصنع فلوس تخليني اتعلم الماني. وكل اللي حواليا تقريبا كانوا شايفيني بهري. عارفين انتوا زي سيدنا نوح لما كان بيبني السفينة والناس رايحة جاية عليه بتقول له ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ اهو نفس الفكرة كده. انا بتعلم الماني، حتى اهلي مش مقتنعين ان انا هسافر. كل ده حلو يتعلم الماني هيفيده، لكن حتة ان هو يسافر دي مش في دماغهم ان هي هتبقى حاجة حقيقية. ورغم كده بذلت مجهود على قد ما اقدر ان انا اخلص اللغة في اسرع وقت. وكان برضو الموضوع في دماغي انا في حاجات مستحيل اللي انا اعملها زي ان انا احط فلوس في البنك وبتاع، بس كل اللي حطيته في دماغي ان انا دلوقتي في ايدي اتعلم الماني، احشر في الجدول بتاعي وقت التعلم الالماني، اشتغل في الكلية وادرس فيها كأني لسه مش هسافر ولا هعمل اي حاجة تأمينا لنفسي، وفي نفس الوقت برضو بشتغل عشان اصرف على كل الحاجات اللي في دماغي دي. انا كنت مفروم حرفيا لما عرفت موضوع ان انا عايز اسافر المانيا. ورغم كده عشان انا في دماغي الحاجة دي قررت ان انا اكمل فيها للاخر واتعب، مش مهم التعب، واحاول اقنع في اهلي ان هم يدعموني اكتر لحد لما اتخنقوا مني فعلا ودعموني ان انا اقدر اسافر المانيا. وسافرت المانيا فجأة بقيت في مكان تاني خالص. وخلي بالكم الموضوع ما كانش في دماغي خالص، سواء ان انا بعد معهد فني صحي ان انا ادخل كلية علاج طبيعي، او ان انا وانا في كلية علاج طبيعي اقرر اسيبها بعد لما حبيتها واسافر. الموضوع ده ما كانش في دماغي خالص ساعة ما خلصت ثانوية عامة. انا خلصت ثانوية عامة متدمر. ففي خلال نقول مثلا ثانوية عامة كانت في 2011 لحد السفر في 2015 انا تحولت لبني ادم تاني. بني ادم كانت نفسيته ودماغه تحت الصفر، لان هو ما بيعملش حاجة او ما بيحاولش في اي حاجة. لواحد بيخبط وبيجرب في كل حاجة رغم المخاوف اللي عنده زي اي بني ادم طبيعي، لكن بيجرب عشان يوصل للحاجة اللي هو عايزها. ومش عايز اقول لكم ان هي طمع، بس هي طموح لان الواحد يبقى حاجة احسن. وانت مش هتشوف الحاجة الاعلى في الطموح الا لما تاخد سلمة وراه سلمة وراه سلمة عشان توصل للحاجة الاعلى ديت اللي تلاقي نفسك فيها احسن حاجة في الدنيا. المهم بقى لما سافرت وجيت المانيا لقيت بلد تانية، دماغ تانية، مجتمع مختلف خالص وانا جديد عليه. انا كنت فاكر ان انا خلاص مادام خلصت مهمتي ان انا اسافر المانيا فكل اللي جاي هيبقى سهل. كنت غلطان جدا. انا لما جيت المانيا لقيت كل اللي جاي ده اصعب بكتير من اللي فات. انا بقيت معتمد على نفسي بشكل كامل جدا في كل حاجة في حياتي، فدوت اثر بشكل كبير على انتاجيتي. وطبعا شكل الشغل بتاع معهد فني صحي اللي كنت بشتغله في المعامل والتحاليل وكده انتهى، فاضطريت ان انا اشتغل كل حاجة ممكنة علشان اقدر اوفر دخل لنفسي، لان انا لو ما وفرتش دخل لنفسي هفلس والدنيا هتضيع مني. فحتة اللي هو الانجاز في حتة الدراسة قل معايا شوية، وده بان اكتر حاجة في الاول وانا لسه ماشي في مرحلة اللغة. يعني مرحلة اللغة في مصر انا كنت بطلع من الاوائل في معهد جوتا لما كنت باخد الكورس بتاع الاي 1 والاي 2 والبي 1. لما جيت هنا في
البي 2 لقيت نفسي خلاص بدأت ان انا اقول ايه، انا عايز انجح. ولما دخلت السي 1 ما نجحتش فيه من اول مرة، نجحت فيه من تاني مرة، فبدأت الدنيا تتدهور شوية والخوف يبدأ يزيد. دخلت الامتحان بتاع الدي اس او الامتحان بتاع دخول الجامعة 7 مرات لحد لما نجحت فيه وقدرت ادخل الجامعة. الكلام ده كله كان في سنة ونص، وشغال طحن بقى، بمتحن وبتعب وبعمل اللي انا عايزه، بس كان معدل انتاجيتي ضعيف جدا عن انتاجيتي وانا في مصر، وده كان مؤشر خطر بالنسبة لي ان ممكن يكون في مشكلة. جالي صدمة تانية بعدها ان انا مش هقدر اخش كلية طب لان في تنافس عليها كبير، وانا مجموعي مش اعلى مجموع في العالم يخليني ادخل كلية طب. فاخدت على دماغي تاني، فقلت خلاص ادخل كلية علاج طبيعي، وهي كلية علاج طبيعي في المانيا هتكون طبعا احسن من كلية علاج طبيعي في مصر. ولما دخلت كلية علاج طبيعي الدنيا اتنيلت اكتر، ولقيت ان التعليم اللي كنت بتعلمه في علاج طبيعي في مصر احسن بكتير من هنا هو، وان هنا الموضوع كروته شويه ومهتمين اكتر بالحاجات اللي انا مش حاببها اصلا في علاج طبيعي. فعلاج طبيعي بالنسبه لي نزلت لتحت كده، وبقى يمكن معهد فني صحي شغل المعامل بالنسبه لي كان احسن من علاج طبيعي. فالدنيا معايا عامله شبه الهرم، انا بدات اطلع اتطور في 2011 لحد 2015 لما سافرت، وبعد كده الهرم اول ما سافرت بدأ ينزل في الكيرف تاني واحدة واحدة لحد 2018 2019 لما سبت علاج طبيعي واخدت اهم قرار واجرأ قرار اخدته في حياتي. انا بقول بقى ليه دوت كان اجرأ قرار عملته في حياتي، مش مثلا قرار السفر، لان القرار دوت بيهد حوالي 7 أو 8 سنين انا مشيت فيهم قبل كده. هو مش بيهد كل حاجة فيهم، بس بيهد معظم الحاجات اللي انا عملتها، خصوصا في الجزء بتاع الدراسة الطبية اللي انا عملتها. 2 معهد و2 علاج طبيعي في جامعة فاروس، وكمان 1.5 سنة في جامعة لوبك في علاج طبيعي. فالموضوع ما كانش سهل خالص، وكان كمان في دماغي جدا هل انا امشي من المكان اللي انا مش عايزه وهد كل حاجة عملتها قبل كده، ولا اكمل في المكان اللي انا مش عايزه وافضل طول عمري فيه. كان القرار اللي انا كنت شايفه صح ان انا امشي واروح للمكان اللي انا عايزه احسن. بس المشكلة ان انا برضو مش عارف انا عايزه ولا لا. انا البرمجة هي تاني حاجة انا بحبها بعد المجال الطبي، بس انا مش عارف انا هفلح فيها ولا لا. انا عمري ما دخلت في المجال الهندسي، عمري ما قررت ان انا اتعلم برمجة بشكل احترافي، فكان قرار ممكن يكون مش مدروس قد كده، بس كان هو الخيار الانسب بالنسبة لي. وكل حاجة في العالم بتقول ان هو ده هيبقى الخيار الانسب وهو ده المستقبل، كل اللي انتوا عارفينه عن البرمجة. اول ما مشيت في الكلية بتاعت البرمجة ما كنتش مستقر فيها قد كده، يعني انا كنت حاسس بان الموضوع صعب شويه، مش متعود عليه، مش زي الكليات الطبيه. طبعا كل اللي بيدرس هندسه هيفضل يقول لك انا الهندسه مختلفه وبتاع، بس هي انا فعلا ما كنتش متعود عليها. انا متعود ان في منهج وفي تشريح وبتاع وبشتغل على الموضوع. جيت في البرمجه لقيت ان انا لازم اعتمد على نفسي كتير، ولازم ابحث كتير علشان اعرف اطلع منتج مختلف. انا باخد الاساسيات لكن لازم اعتمد على نفسي بشكل كبير. وهنا بقى جت المنحة بتاعت وزارة الاتصالات اللي للأسف لسه عارف من يومين اللي هي انتهت، ان انا اتعلم كورس برمجة كامل من الصفر. الكورس ده مهيأ للناس اللي ما بتعرفش حاجة خالص، يعني مش مثلا معاها شوية باك جراوند زي في كلية برمجة طبية، بتعلمهم ان هم يطلعوا من الكورس دوت او من المنحة ديت جاهزين لسوق العمل. ده بالفعل اللي انا عملته، واشتغلت على الكورس ده بكل مجهودي. ما كنتش بذاكر في الكلية الا وقت الامتحانات، دوست فيها خلصتها، حبيت البرمجة اكتر، ولقيت نفسي بقى وعرفت ابني نفسي بشكل كبير ان اعرف ان البرمجة هي المكان اللي انا فيه. بعد لما خلاص بقى كنت بدأت ارتبك وان اقول لا ده مش مكاني، لا انا مش متعود عليه، ثبتت لي رجلي وعرفتني المنحة ديت ان فعلا هو ده المكان بتاعي المناسب جدا ليا واللي هيريحني شغله في المستقبل. وبالفعل اول ما خلصت المنحة بدل ما اشتغلت شغل الطالب اشتغلت في المجال بتاعي، اشتغلت في مجال البرمجة. فكان بدل ما بنزل اتبهدل في الشوارع بقيت بشتغل من البيت، او حتى بروح الشركة ايام معدودة بشتغل على مكتب في مكان محترم، الناس مقدرة مجهودي. السوق نفسه في كل حاجة تخلي الواحد يحب يكمل في برمجة. فكل دوت اداني مؤشرات ان هو ده المكان بتاعك. انت بتحب تشتغل من البيت، انت بتحب تشتغل مكانك، بتحب تستخدم دماغك اكتر ما تستخدم جسمك في الشغل. حاجات كتير خلتني اقول
ان هو ده المكان بتاعي فعلا. هتسالوني سؤال دلوقتي بعد كل الحكي اللي انا حكيته دوت، ايه هدفي من كل القصه دي؟ عايز اوصل لك من الحكي ده كله ان هدفي انك تعرف ان احساسك بالتوهان دوت طبيعي جدا. انت ما عندكش درايه بكل حاجه في الدنيا، ما تعرفش ايه المكان الاحسن ليك وايه الافضل بالنسبه لك، وعشان تعرف دوت لازم تتعصر شويه وتتعب شويتين لحد لما تجرب كل حاجه حواليك ممكنه، وتروح اكتر من مكان لحد لما تلاقي اكتر حاجه مناسبه ليك. لما برجع بالذاكره في كل المراحل اللي حكيتها لكم ديت، انا ما كنتش متوقع خالص اللي ممكن يحصل التحولات دي كلها في حياتي. اللي عايز اقوله لكم ان مفيش اي حاجه مضمونه. انا ممكن نفسي بعد 10 سنين تلاقوني حولت في مجال شغلي لمجال تاني خالص، وغيرت حياتي او سبت المانيا او رحت اي بلد تانية. محدش ضامن اي حاجه. ولو انت فعلا تايه في حياتك ومش عارف تعمل ايه، عمر ما كان الحل انك تفضل قاعد ماسك موبايلك وما بتعملش اي حاجه. لازم تنزل وتجرب كل حاجه حواليك، حتى لو كان اللي حواليك ده مش شغفك. يعني انا مثلا لما نزلت في بنك الدم واشتغلت بشهاده معهد فني صحي، هل ده كان هدفي في الحياه؟ لا، ما كانش هدفي في الحياه، بس كان لازم ادفع ضريبه ان انا ابذل مجهود واحط نفسي في مكان انا الى حد ما مش مرتاح فيه علشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها. فانت لازم تتعب علشان توصل للحاجه اللي انت عايزها، او تعرف اصلا ايه الحاجه اللي انت عايزها. قصتي يمكن تكون مليانه بالتحولات والشقلباظات اللي في الحياه، بس انا عايز اقول لك ان ممكن دي تكون زي رسمه ليك للي هيحصل بعد كده. اي تحول في حياه الانسان عمره ما كان سهل. انك تسيب منطقه الراحه اللي انت فيها ديت وتروح تشقى وتتعب، ده قرار مش سهل خالص. في نهايه الفيديو حابب اقول لكم ان انا بعمل خدمه الاستشاره للناس اللي عايزه تدرس في المانيا او عايزه تسافر المانيا ومش عارفه معلومات. هتلاقوا في الديسكريبشن تحت في وصف الفيديو الايميل اللي ممكن تبعتولي عليه عشان تكلموني وتسالوني في الحاجات اللي انتوا عايزينها لمده ساعه. بس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب اعملوا سبسكرايب، واشوفكم قريب ان شاء الله. سلام.